سواء كان عندك خبره في الامور التجاريه او ما عندكش خالص صفر، اكيد هتكون عارف معلومه ان اي مشروع تجاري في النهايه بيخضع لمعايير المكسب والخساره، ممكن يكسب وممكن يخسر. بس ده ما يمنعش ان في فئه قليله جدا 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 من المشاريع محدوده دايما بتكسب على طول الخط، مش بتكسب 100% بس، بتكسب حتى مليون في المية. احمد شاب مصري عنده 24 سنه، بعت الرساله دي علشان يحكي فيها عن والده مش عنه هو شخصيا يعني. فبيقول انا والدي اسمه عم سيد، راجل عنده 70 سنه، خلفني انا واخواتي البنات وهو كبير في السن نسبيا، اتاخر في جوازه لانه كان عايز يجوز اخواته البنات الاول كراجل مسؤول يعني، وبعد ما جوز اخواته البنات وطمن عليهم راح بدا يشوف هو كمان حاله ويتجوز. اتجوز، خلف احمد وامل وامنيه، خلف الثلاثه. راجل بيشتغل سواق تاكس وعنده زي ما قلت 70 سنه. مشكله والد احمد او عم سيد في نظر احمد ابنه ايه هي؟ ان الراجل دايما بيسبق الناس عن نفسه، يعني دايما بيقدم غيره عنه، يعني دايما يعني اللي معاه مش ليه زي ما بنقول باللغه الدارجه يعني. ادي امثله، زي في مره مثلا يكون بيوصل واحده ست، فالست تنسى الشنطه بتاعتها في الكنبه اللي ورا، فهو يكتشف بعد ما يوصلها ايه ده في شنطه ورا، يروح راجع تاني للمكان اللي نزل فيه الست. طب وايه يعني ما يرجع؟ ما هو فعلا ما هو راجل امين لازم هيرجع الحاجه. ايوه ماشي، بس مش هيروح يقف هناك 4-5 ساعات لغايه ما الست تظهر. اصل ايش عرفك ان الست بتفكر زي ما انت فكرت؟ ايش عرفك ان الست هترجع تاني لنفس المكان اللي انت نزلتها عنده؟ يفضل واقف بال4-5 ساعات لغايه ما يلاقي الست نازله وبتدور وبتاع وكده فيروح مديها الشنطه. موقف تاني برضو بيقولوا احمد في مره برضو كان ماشي بالعربيه بتاعته بالتاكس، فيلاقي واحد ست عماله تعيط. ايه يا ست مالك؟ تقول انا كنت جاي انا وجوزي من طنطا عشان جوزي كان جاي يتعالج وبتاع، وبعد كده تهنا من بعض. طب يا ست رقم تليفونه كام؟ مش حافظاه، ما بعرفش اقرا ولا اكتب. طب هو راح مستشفى ايه؟ مش عارفه، ده هو اللي كان عارف. يا دي النيله، طب نعمل ايه؟ يمين شمال ما فيش، الست واقفه عماله تعيط، ست كبيره في السن. طب انتوا منين؟ احنا من طنطا. منين في طنطا؟ من شارع كذا 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 كذا. يعني انت عارفه بيتكم في طنطا؟ اه عارفاه. طب تعالي. اجي فين؟ تعالي هوصلك. توصلها فين يا عم؟ هوصلها لغايه طنطا. بالتاكس؟ اه بالتاكس. توصلها من القاهره لطنطا؟ اه هوصلها من القاهره لطنطا. طب ما انت هترجع فاضي. يقول لك مش مشكله، مش مهم، كله عند ربنا، كله عند ربنا. الكلمه دي دايما بيكررها، كله عند ربنا، كله عند ربنا، كله عند ربنا. طب البنزين بتاعك مش مشكله، انت هترجع فاضي، لا مش مشكله برضه. وهكذا. قيس بقى على كده مواقف كتير من دي بيعملها عم سيد، وكانت بتنقط احمد ابنه اللي شايف ان الزمن ده ما عادش زمن الشهامه والجدعنه وانك تعمل بقى حاجات لله كتير بلا حساب. ابو احمد عم سيد كان شايف لا، ان كله عند ربنا، وان عند ربنا ما بيضيعش. دايما كان بيكرر جمله كله عند ربنا دي. عم سيد كان عنده حلم ان هو نفسه يعمل عمره، بس طبعا مع ظروف الحياه ومع الضغط بتاع الحياه والمصاريف و ما كانش قادر يحقق الحلم بتاعه ده خالص. كل ما يجي يحوش شويه فلوس على جنب تيجي حاجه تروح مطيراهم شويه، الولد والدروس الخصوصيه بتاعت احمد، يلا اديله فلوس دروس خصوصيه. البنات عايزين دروس خصوصيه وعايزين لبس عشان منظرهم قدام زمايلهم في الجامعه، يلا ادي الفلوس للبنات، وهكذا. الراجل مش ملاحق ياخد نفسه، ورغم كده كان دايما عنده امل ان هو نفسه يعمل عمره، ودايما بيدعي ربنا ان هو يعمل عمره. بس لما حس ان الموضوع بقى صعب شويه ووصل لسن ال70، قال لاحمد بص يا ابني، انا لو مت امان عليك في رقبتك تعمل لي عمره. انا نفسي ازور بيت ربنا ونفسي ازور قبر سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، يعني دي امنيه حياتي. فاحمد بيقول طب يا بابا يعني انت لو بطلت الخير الزياده عن اللي بتعمله ده وانت محتاج، ما انت هتعرف تعمل عمره بسهوله يعني. تاني يقول له يا ابني مفيش حاجه اسمها بطل خير، كله عند ربنا. لغايه ما في يوم من الايام بيحلم، خد بالك بيحلم عم سيد حلم غريب شويه يعني. بيحلم ان هو سايق التاكسي بتاعه عادي جدا، معلش حلم غريب يعني تفاصيله غريب. سايق التاكسي بتاعه وماشي في مكه، بيجري في مكه بالتاكسي بتاعه، ومين بيجري وراه؟ واحد حرامي سارق عربيه يعني الحرامي سارق عربيه بيجري بيها ورا التاكسي بتاع عم سيد اللي عم سيد سايقه. فعم سيد بيهرب من الحرامي، بيوصل عند عند باب الحرم المكي، وبيروح راكن التاكسي بره وداخل جوه يستخبى في قلب الكعبه يعني من الحرامي اللي بيجري وراه. لكن بيروح يصحي من النوم يعني. فبيحكي على الحلم ده، بيحكي لاحمد حلم كرتوني يعني، حلم يعني ايوه عايز يعني ما تفهمش ايه المطلوب من الحلم وايه المقصود منه، بس بيوصل بيحتمي في الكعبه وكده، وبيفوق من الحلم وبيصحى في نفس اليوم ده اللي بيحلم فيه الحلم. بيكون على الطريق الدائري بيوصل توصيله يعني، بيوصل الزبون اللي بيوصله، وبعد ما بيوصله بيلاقي في 3 راكبين عربيه ملاكي بيوقفوا عربيه مرسيدس وبينزلوا اللي فيها وبيحاولوا هم يسرقوه يعني. الكلام ده كان بالليل، وفي حته في الدائري كده مقطوعه، ما فيهاش صريخ ابن يومين يعني.
فبينزل عم سيد بيمسك الكوريك وايه يلا يا كذا يلا كذا، بيجي في العيال بتخاف الحراميه دول فبيروحوا واخدين بعض وجاريين. فالراجل اللي كان هيتسرق اللي هو صاحب العربيه مرسيدس عم سيد انقذ حياته يعني. فالمهم ايه طبعا اكافئك ازاي؟ قال له ما عملتش حاجه كله عند ربنا وانا مش عايز منك حاجه، المهم ان انت بخير يا باشا. قال له لا لازم اكافئك لازم اكافئك. قال له والله العظيم ما هاخد منك ولا مليم، والله ما هاخد منك ولا مليم. والراجل يحلف وده يحلف وده يحلف وده يحلف. في الاخر خالص الراجل عم سيد حلف انه ما ياخدش فلوس. شاء ربنا ان الراجل ده هو صاحب العربيه مرسيدس يكون صاحب واحده من اهم شركات السياحه اللي في مصر، ويقول له طب خلاص انا هطلعك عمره، مش انت مش عايز تاخد فلوس هطلعك عمره. انت بتتكلم بجد؟ والراجل اللي عارف ان عم سيد عايز عمره ولا عارف ولا اي حاجه خالص، هشوف تدابير ربنا برضو. قال له انت عايز؟ قال له انا هطلعك عمره بجد. قال له اه بجد. وفعلا بيحجز له اجراءات العمره وكده وبيحجز له عشان يسافر عمره. فاحمد بيقول في الرساله هنا حسيت شويه ان كلمه كله عند ربنا ومفيش حاجه بتضيع عند ربنا دي كلمه حقيقيه قوي يعني. فعلا اللي بيعمل حاجه وبيغلفها انها تكون في الاخر لربنا لازم نتيجتها بتكون خير، لازم وانت مغمض عينك طال الوقت قصر الوقت ظروفك كانت منيله كان باين ان هي ملهاش نهار، لازم في الاخر هيبقى نهايتها خير ما دام فيها ربنا يبقى نهايتها خير. برضه بيقول من ضمن الحاجات اللي بيحكيها احمد ان في عريس جه تقدم لاخته امل، فامل كانت مظبطه يعني عريس زميلها في الكليه وبتاع، كانت مظبطه معاه بس عامله ان هي ما تعرفوش يعني قدام والدها وقدام اخوها. فجيت تقدم لها والولد ظروفه صعبه وبيشتغل يعني رغم ان هو بيدرس في الكليه كان بيشتغل دليفري. فولاد ظروفه صعبه اصعب كمان من اسره عم سيد يعني. فرغم كده عم سيد راح قال له طب اسبوع وهنرد عليك. فلما مشي الولد فاحمد بيقول له بابا اسبوع ايه وترد عليه؟ الواد حالته مقشفره خالص يعني الولد يعني ايدك منه الارض. احنا يعني قال له لا معلش نديله برضه فرصته ونشوفه. بقى يعمل ازاي بقى عم سيد؟ بقى يراقب الولد يعني يركب التاكسي بتاعه الصبح ويطلع يراقب الولد بعد ما بيخلص الكليه بيشتغل بيروح فين، بيشتغل دليفري بس طب هل بيصيع بيروح هنا بيعمل هنا بيعمل هنا. ولاحظ كمان الولد لما بيجي وقت الصلاه حتى وهو في الشغل يروح داخل المسجد مصلي. ولاحظ من مراقبته للولد ان الولد عنده يا عيني والدته عندها ازمه نفسيه ومحجوزه في مصحه نفسيه، وان الولد كل يوم بيروح يقعد مع والدته ساعتين جوه المصحه رغم ان والده موجود واخواته موجودين بس هو لوحده اللي بيروح يعمل كده. فحس قد ايه الولد ده واد من ذهب، فكره انه يكون محافظ على الصلاه وان هو بيشتغل بس وان هو حياته بين الشغل وبين الكليه وبين زياره امه اللي في المصحه. واحد غيره كان يقول له هي كده في المصحه موجوده مرميه ايه يعني ما اروح لهاش؟ لا ده الراجل كل يوم بيروح لها لمده ساعتين على مدار اسبوع كامل. قعد عم السيد يراقب الولد العريس وفي الاخر راح جه قال ايه نده اخته نده بنته اللي هي امل قال لها قولي له ان انا موافق. فاحمد بيقول لي فانا اتكلمت مع ابويا قلت له يا بابا انا بقول لك للمره الثانيه هو انت كده هتظلم امل؟ اي مش كنا شفنا لها يعني كنا استنينا شويه وصبرنا شويه يجي عريس متريش كده واحد ابن حلال ينطق البنت وينطقنا معاه؟ قال له لا البنت اختارته وما فيهوش حاجه تعيب وانا موافق. قال له انت عارف ان هي كمان اختارته؟ والله عارف ان هي اختارته انا عارف ان اختك هي اللي مختارها انا حسيت هي ما قالتليش والولد ده انا موافق عليه. طب انت موافق عليه يعني انت اديني ميزه واحده بس تخليك موافق عليه. رد عليه رد قال له بيخاف من ربنا. ما هو اللي يراعي امه بالشكل ده واللي يكون حريص على اداء فروضه بالشكل ده في مواعيدها يبقى بيخاف من ربنا. واللي يخاف من ربنا يا ابني لا تخاف منه ولا تخاف عليه. معيار اي فعل بتعمله في حياتك انه يكون مبني على اساس هل انت شايف ربنا في الفعل ده ولا لا. لو شايف ربنا قبل كل فعل بتعمله فخلاص انت ما يتخافش عليك، لا يتخاف عليك ولا يتخاف على اللي هيبقى معاك. لكن لو شايل ربنا خالص من معادلتك لازم الخوف يملأ قلبك. اللي بيخاف من ربنا لا تخاف منه ولا تخاف عليه. تكتشف مع الوقت ان الاستثمار الحقيقي اللي عمره ما بيخسر هو الاستثمار اللي مع ربنا. تدي هتاخد، خير هيساوي خير، شر هيساوي شر. تفهم برضو مع المواقف وبمرور الايام ان جملة زي هل جزاء الاحسان الا الاحسان هي مش مجرد آية لكنه توكيد الهي انك مهما عملت وكل اللي بتعمله هتشوفه زي ما بتعمله بالظبط. احسان هتشوف احسان، شر هتشوف شر، اذى هتشوف اذى. اللي بيثق في ربنا واللي بيرفع له ايده مش بيرجع بايده فاضيه وعمر ظنه فيه ما بيخيب.